اهلا اهلا ومرحبا. بص يا ابني، لو في نصيحه اقدمها لك في رمضان في الشهر المفترج اللي احنا فيه ده اهو، هقول لك كلمه واحده بس: كل ما تعطل معاك اديها واحد شاي. كل ما تلاقيها عطلت وضيقت في وشك اديها واحد شاي. صحيح هو ملوش دخل ولا هيعمل حاجه، بس ادي ايه، اديها بنشوف الدنيا رايحه على فين والكلام على ايه. يلا يا باشا نشوف النهارده الدرس اللي معانا. اول درس تاريخ للصف الثالث الاعدادي، درس ثوره 23 يوليو 1952. ناخد رشفه ونكمل شرح. بص يا فندم، قال لك ان الشعب المصري لما بدا يجد من الحكومه وبدا يزهق من الاحتلال الانجليزي عملوا ثوره اسمها ثوره 23 يوليو 1952. الشعب كان له بعض الاسباب وبعض المطالب في هذه الثوره، وده اللي هنعرفه في درس النهارده. بس تعالى الاول اما اعرفك الناس ازاي بره اتكلمت عن الثوره اللي حصلت في مصر عندنا هنا. قال لك الناس انقسموا الى نوعين. قال لك اهو الناس انقسموا الى نوعين. تعالى اختلفت الكتابات حول الثوره، دلل. هتقول له يا فندم لان واحده واحده. قال لك يرى البعض انها اثرت على الحركات التحريريه في المنطقه العربيه بشكل خاص وفي العالم بشكل اجمع، كما اسهمت قيادتها في تاسيس حركات دوليه استمرت حتى اليوم، مثل حركه عدم الانحياز والحياد الايجابي. عدم الانحياز والحياد الايجابي دي هنتكلم عنها، بس خليني اقول لك حاجه. اول راي بيقول لك يا فندم ان ثوره 23 يوليو اثرت في دماغ العالم كله. لما احنا اتحررنا من الاحتلال الانجليزي، الناس كلها اللي كانت محتله سواء من انجلترا او من فرنسا بدات تشوف ان اهو في شعوب بتحصل على استقلالها، في شعوب بتحصل على الحريه. اشمعنى احنا يعني؟ هو الشعب ده راجل عليا؟ طبعا لا. وفي راي تاني بيقول لك ايه، ان ثوره يوليو لم تبدا عندما اسس جمال عبد الناصر تنظيم الضباط الاحرار او عندما سيطرت قياده الثوره على مقرات الجيش والاذاعه المصريه، انما كانت مكمله لنضال طويل وممتد لشعب مصر الذي صار ضد الفساد والاحتلال وسوء الحكم منذ الثوره العربيه وثوره 1919 وحتى الثوره اللي احنا نتكلم عنها النهارده. يبقى تاني عندنا راي بيتكلموا عن الثوره، رايين قصدي بيتكلموا عن الثوره. اول راي بيقول لك ان الثوره دي اثرت في شعوب المنطقه كلها وفي العالم كله. ازاي يا مستر؟ الناس كلها بدات تقول ان احنا خلاص احنا من حقنا نبقى زي مصر، لينا دولة ولينا كيان خاص لوحدنا، محدش من بره يجي يحكمنا. وتاني رأي شايف ايه؟ قال لك ان الثورة دي ما بدأتش او الثورة دي ما حصلتش من دلوقتي. الثورة دي في نفوس الشعب المصري من زمان جدا، من ايام الثورة العربية وبعدها ثورة سعد زغلول بتاعت 1919. الشعب من الاخر كان مغلول وقرفان من الاحتلال ومن الفساد بتاعه. طيب تعالى نتكلم عندنا في احداث الدرس ده كده بالنسبة للرأيين. قال لك عوامل قيام الثورة، وهنا عوامل قيام الثورة يعني الأسباب اللي قامت عشانها الثورة. الثورة قامت ليه يا فندم؟ قال لك عندك راصص لك 6 أسباب هم السبب في قيام الثورة أصلا. السبب الرئيسي يا فندم إيه هم؟ رقم 1 استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر الداخلية. إن الاحتلال البريطاني إنجلترا فضلت محتلة مصر وفضلت تتدخل في شؤون مصر الداخلية، خنقت وقرفت الشعب في عيشته. رقم 2 هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. يبقى رقم 1 بريطانيا فضلت محتلياك، رقم 2 فلسطين كمان ضاعت منك عشان انت دخلت حرب 48 وانهزمت وما زالت ضايعه للاسف لحد دلوقتي. رقم 3 فساد النظام الملكي. النظام الملكي اللي كان موجود في مصر. مصر ايام زمان ما كانش اسمها جمهوريه مصر العربيه، كانت مملكه اللي بيحكمها مشموس رئيس اسمه ملك. ففساد النظام الملكي الناس بدات تشوف انه نظام ديكتاتوري ده يعني ما بيسمعش غير كلام نفسه، ولا بيهمه الشعب عايز ايه ولا الناس عايزين ايه، هو بيسمع نفسه فقط. فالناس بدات تتقرف. طيب رقم 4 عدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه، ما كانش في عدل بين الناس. رقم 5 تدهور الحاله الاقتصاديه لمصر يا فندم. مصر خلاص فلست، ما عادش فيها فلوس، ما عادش الناس فيها عارفه تعيش. رقم 6 سوء كمان الاحوال الاجتماعيه. المجتمع نفسه بقى كمان لما لقى ان كل ده حصل، المجتمع نفسه ضاع مننا والمجتمع نفسه راح مننا في داهيه. تعال نتكلم عن عامل من العوامل دي. تعال نتكلم عن اول حاجه استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر. ازاي؟ قال لك كان الهدف من ثوره 23 يوليو هو التخلص من الاحتلال البريطاني بعد ان ثبت ان معاهده 1936 لم تؤدي الى استقلال حقيقي لمصر.
ازاي؟ خدت انت في الترم الاول وقفت عند نقطه معاهده 1936، لكن اللي انت مش واخد بالك منه ان معاهده 1936 قالت ان انجلترا هتخرج من البلد، بس هتاخد بالها من اداره قناه السويس، وهي اللي هتحمي الاقليات الاجانب اللي موجودين في مصر، وهي اللي هتدافع عن مصر لو حد احتلها. من الاخر انت هاف. زي مثلا مستر احمد دلوقتي واقف، في حد مثلا واقف بره، هو اللي هيحميني، هو اللي هياخد باله مني، هو اللي هياكلني، هو اللي هيشربني، مش هاخد قرار في حياتي غير لما هو يوافق عليه الاول. يبقى انا كده محتل ولا مش محتل؟ محتل. يبقى انا كده متسيطر على ولا مش متسيطر؟ متسيطر. وده اللي حصل بعد معاهده 1936 اللي بريطانيا ضحكت بها على المصريين. قال لك ظهر ذلك بوضوح عندما حاصرت قوات الاحتلال قصر عابدين في فبراير 1942 لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة. كان الملك فاروق اللي كان بيحكم مصر في الوقت ده كان غير رئيس الحكومة، كان مصطفى النحاس شاله وحط واحد تاني مكانه. فبريطانيا كانت متضررة. ليه؟ لأن مصطفى النحاس يا فندم كان تابع لبريطانيا، كان بيسمع كلام بريطانيا في كل حاجة. رئيس الحكومة المصري مصطفى النحاس كان بيسمع كلام بريطانيا، فأنت لما تغيره خد بقى. أنت تغير مين؟ أنت تغير الراجل بتاعنا؟ لا لا لا، إحنا رحنا بالدبابات حوالين قصر عابدين اللي الملك كان قاعد فيه وأجبرناه، خد يلا أنت هتاخد قرار من دماغك، رجع اللي أنت شلته تاني. وبالفعل الملك فاروق وافق ورجع مصطفى النحاس تاني. طيب رقم 2 يا فندم، قال لك رقم 2 عندك هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين. دي من العوامل اللي الشعب اتخنق بسببها لما فلسطين راحت من ايدينا للاسف. طيب ايه اللي حصل؟ قال لك كان الجيش المصري في مقدمة الجيوش العربية اللي شاركت في الحرب، يعني الجيش المصري كان من اول الجيوش اللي شاركت في الحرب. طب ايه اسباب الهزيمه يا مستر؟ احنا اتهزمنا ليه؟ قال لك رقم 1 دعم الولايات المتحده وبريطانيا لاسرائيل. انجلترا طبعا دعمت اسرائيل، والولايات المتحده امريكا لازم تدعم ابنها المدلل اسرائيل. طيب رقم 2 عدم استعداد العرب للحرب عسكريا. بالاخر العرب اتغفلوا في الحرب دي يا فندم، دخلوا حرب هم غير مستعدين ليها، دخلوا حرب وهم مش على كفاءة عالية ان هم يحاربوا اصلا، دخلوا حرب معهمش اسلحة ولا معهم جنود ولا اصلا الجنود الموجودة متدربين. طيب رقم 3 فساد النظام الملكي. ايه اللي حصل؟ قال لك ان الملك فاروق استبد بالحكم، يعني كان راجل ديكتاتوري ما بيسمعش غير كلامه هو بس، كلامه هو اللي دستوره وقانونه هو بس اللي يتطبق، ومفيش كلب تاني يفتح بقه في الدولة. رقم 2 انتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. خد يا فندم عندك بقى الجيش المصري لما دخل الحرب، بريطانيا رفعت التليفون على الملك فاروق، قالت له فاروق انت عبيط يا فاروق، انت مدخل الجيش المصري حرب مع اسرائيل اللي احنا اصلا حاطينها في المنطقه، انت عبيط يا ابني، انت مخلي حد يتدخل، انت بتخلي الفئتين اللي احنا بنسيطر عليهم يحاربوا بعض. قام جاي الملك فاروق قال لهم هرديكوا ازاي يا بريطانيا؟ قال له بص خد الشيك ده واديهم اسلحه بايظه. اسلحه بايظه ازاي يا انجلترا؟ قالت له انت هتديهم اسلحه لما يجوا يضربوا لقدام السلاح يضرب فيهم هم. وبالفعل الاسلحه كانت فاسده، الاسلحه كانت ساعات هي اللي يعني انت تبقى ماسك البندقيه لما تضرب لقدام تضرب فيك انت، تمام؟ وساعات ما تضربش، وحصلت صفقه اسلحه فاسده. طيب رقم 4 عدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه. قال لك زاد الصراع بين الاحزاب السياسيه. الاحزاب السياسيه دي يا فندم اللي هي المفروض تشوف مشاكل الشعب وتبدا تحله، الاحزاب دي ما عادتش شايفه حد اصلا، بقى كل واحد همه ان هو يوصل للحكم، تمام؟ قال لك اهو من اجل الوصول للحكم بما تفسر ليه زاد الصراع؟ قال لك بسبب خضوع مصر للاحتلال البريطاني، فساد النظام الملكي، فساد الاحزاب السياسيه، كل ده بوظ الحياه الديمقراطيه يا فندم. ما هو لما كله زباله انت كمان هتبقى زباله، معلش يعني مع احترامي ليك يا عم ما تاخدهاش على صدرك بحساسيه كده، يا عم انا بحبك والله، تمام؟ بس خليني اشرحها لك بكل بساطه. انت لو مصاحب 4 وحشين هتبقى انت الخامس بتاعهم، لو مصاحب 4 حلوين هتبقى انت الخامس بتاعهم، لو مصاحب 4 اغنياء هتبقى انت الخامس، لو مصاحب 4 فقراء هتبقى انت الخامس حتى لو انت غني، تمام؟ طيب رقم 5 تدهور الحاله الاقتصاديه لمصر. مصر فلست. ليه؟ قال لك اصبحت مصر ميدانا للحرب العالميه الثانيه. الحرب العالميه الثانيه قال لك يا فندم الحرب دي صحيح ما كانتش مصر طرف فيها، بس كانت بريطانيا طرف في الحرب دي، ولما بريطانيا كانت طرف في الحرب دي فقالت لك بس احنا هنحتاج فلوس هناخد من مصر، هنحتاج جنود هناخد من مصر، هنحتاج اكل وشرب
للجنود بتوعنا عشان يملوا كروشهم ويعرفوا يحاربوا، هناخد من مصر. فخدت كل حاجه من مصر. قال لك اهو استنزاف موارد البلد لخدمه بريطانيا وحلفائها الشركاء بتوعها، مما ادى الى ارهاق الحرب الاقتصاد المصري وزياده معاناه الشعب المصري. طيب سادس حاجه والاخيره، سوء الاحوال الاجتماعيه نتج عن الصراعات السياسيه اللي هي بين الاحزاب تدهور الحياه الاجتماعيه، ما عادش حد بيدور على حق التاني بقى خلاص. وقال لك كما نتج عن ظاهره الاقطاع سوء توزيع الاراضي الزراعيه جعل فئه صغيره تملك وتستبد، وانتشار ظاهره الفقر والجهل والمرض. المجتمع المصري يا فندم اتدهور تدهور تام. المجتمع المصري يا فندم اتفرتك، ما عادش في حته في المجتمع سليمه. ما الاحزاب السياسيه اللي المفروض تاخد بالها من الشعب مش فاضيين اصلا، مشغولين بان هم بيتخانقوا مع بعض على مين فيهم يوصل للحكم. تمام؟ والناس ما عادش بيهمها التاني، انت ما عادش بيهمك جارك، جارك ما عادش بيهم انت، اهم حاجه مصلحتي. ليه؟ لانها كده كده بايظه. المركب وهي غرقانه لو عرفت تنط وهي على الشط نط، لو عرفت تنط وتاخد زورك صغير كده وتهرب اهرب. وده بالفعل اللي حصل في الحياه الاجتماعيه. طيب ايه اللي حصل يا فندم؟ تعالى بقى نحكي مع بعض وندردش كده في احداث الثوره. بس نعمل ايه الاول؟ ناخد بق شاي عشان الشاي برد. خدنا بق الشاي ورجعنا. تعالى بقى لما احكي لك احداث الثوره، غمض عينك وتخيل معايا. قال لك بسبب استمرار الاحتلال البريطاني لمصر ظهر تنظيم سري بين مجموعه من الضباط بتوع الجيش. شافوا ان البلد بتتدهور، شافوا ان البلد بتضيع من ايديهم، فعملوا تنظيم اسمه تنظيم الضباط الاحرار. مين اللي عمله؟ جمال عبد الناصر. حلو. جمع الضباط، جمال عبد الناصر جمع الضباط، محمد نجيب والسادات وهو وبعض الناس وبعض الضباط الاخرين، وبدا يعملوا تنظيم سري يخططوا فيه ازاي يمشوا بريطانيا ويخلعوا معاها الملك فاروق بالمره عشان حكمه بقى يقرف. فبداوا يعملوا ايه؟ بداوا يخططوا وبداوا يسيطروا على مواقع مهمه في الجيش. بيسيطروا على مواقع مهمه في الجيش ليه يا مستر؟ قال لك ما انا لو نزلت عملت ثوره الجيش هينزل يديني على دماغي. ليه؟ لان الجيش مش معايا فهيهد الثوره. قال لك لا، ما هو احنا نتعلم من اخطاء الاخرين بقى، ما دي فايده التاريخ، التعلم من اخطاء الاخرين. قال لك احنا نتعلم من اخطائهم، نشوف هم عملوا ايه وما نعملش اللي هم عملوه. ليه؟ قال لك عشان يا باشا نبقى ماشيين صح. فبداوا يسيطروا على مواقع مهمه في الجيش، وبداوا يسيطروا على اماكن مهمه في الجيش، لحد ما هوبا القاهره كلها بقت تحت سيطره تنظيم الضباط الاحرار. وفي يوم اعلان الثوره طلع محمد انور السادات على الراديو وقال بيان الثوره، وقال ان جميع الشعوب، ان جميع الناس اللي في مصر احنا جينا عشان نحرركم من القرف اللي انتوا فيه، والاجانب اللي موجودين في مصر ما يخافوش على نفسهم، احنا هنحميهم لحد ما تاخدوا حاجتكم وتتكلوا على الله ان شاء الله. واذاع بيان الثوره باسم اللواء محمد نجيب رئيس اركان حرب او رئيس القوات المسلحه، والبيان هينزل لك دلوقتي. اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم. بعد ما بيان الثورة ده اتقال يا فندم، الثورة بدأت ترفع مطالبها. يا جماعة احنا مش نازلين نهد، احنا مش نازلين نكسر، احنا مش نازلين نسرق، احنا لينا مطالب وعايزينها. ايه مطالبك يا عم الحاج؟ قال لك تنازل الملك فاروق عن العرش لابنه الصغير احمد فؤاد الثاني. حد يقول لي هو ايه العبط ده يا عم المستر بقى؟ يعني الملك فاروق يتنازع عرش لابنه يعني من سيء لأسوأ؟ اقول لك لا، ما انت افهم. احمد فؤاد الثاني ده كان بيبي، كان طفل، فانت اما تتنازل له عن الحكم يبقى انا كده بالقانون اقدر اخد السلطه من ايده واديها لحد اكبر، فتنازل له يا ملك فاروق عن الحكم. طيب رقم 2 قال لك يا باشا الملك ابن الذين اللي قاعد في القصر ده يغادر قبل الساعه 6 مساء يوم 26. احنا مدينك 3 ايام تلم فيهم حاجتك وتمشي وتسيب البلد. عشان ليه بقى؟ لان احنا قبضينا خلاص. طيب موقف الملك فاروق من هذه المطالب، الملك فاروق عمل ايه؟ قال لك وافق الملك فاروق على المطالب، مع انه كان يقدر يقول لا انا الملك وانزل يا عم هدهم وانزل اضرب فيهم، بس هو وافق ليه؟ قال لك لان الملك فاروق راح لبريطانيا قال لها يا بريطانيا انا الشعب عامل ضدي ثوره. قالت له يا ملك شيل نفسك، احنا مالناش دعوه، احنا ناس غلابه بناكل عيش وبنسترزق على باب الله،
ازاي بريطانيا؟ ده انا حبيبكم. قالوا له يا عم الغبي، ما الثوره اللي عليك دي علينا احنا كمان، فاحنا هنحميك ولا هنحمي نفسنا؟ فتخلت بريطانيا عن الملك فاروق وادرك ان الشعب والجيش يكرهان حكمه، لذلك غادر الملك فاروق البلاد قبل الموعد المحدد، مشى كمان بدري وجابها بجميله. يبقى تاني يجي لك سؤال هنا بما تفسر مهم. وافق الملك فاروق على تنفيذ مطالب الثوره بما تفسر. ليه؟ قال لك لانه ادرك ان الجيش والشعب يكرهان حكمه، كما ان انجلترا تخلت عنه فغادر هو واسرته قبل الموعد المحدد، مشى بدري كمان. طيب، اهداف الثوره بعد مطالب الثوره لما تحقق منها جزء، الثوره بقى ظهر لها اهداف. احنا بقى بنخطط لحاجه تانية قدام. ايه هي؟ قال لك 3 قضاء و3 إقامة. 1 القضاء على الاستعمار وأعوانه. إحنا مش عايزين بلدنا مستعمرة، إحنا مش عايزين بلدنا محتلة، إحنا عايزين إحنا اللي نقود البلد. رقم 2 القضاء على الإقطاع. حرام تبقى فئة صغيرة تملك وتستبد وتظلم في الناس. رقم 3 الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم. يعني ان الحاجات اللي انتم محتكرينها، الشغل اللي انتم محتكرينه، احنا مش عايزين يبقى فيه احتكار. ده بالنسبه ل3 القضاء. طب ال3 الاقامه، قال لك اقامه جيش وطني قوي. يعني من الاخر يا عم بريطانيا، احنا مش عايزينك تحمينا، احنا رجاله كويس قوي ونعرف نحمي نفسنا. طيب، رقم 2 اقامه عداله اجتماعيه، ان يبقى في عدل بين الناس. طب رقم 3 حياه ديمقراطيه سليمه، ان العيشه بقى في مصر تبقى كويسه، نعرف نعيش. طيب، ده بالنسبه لاهداف الثوره. طب بعد كده يا مستر، قال لك بعد كده فوت ده كله 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 عشان اسئله، وتعالى بقى بعد كده اكلمك هل الثوره نجحت ام فشلت؟ طب لو نجحت ايه انجازاتها؟ تعالى بس ناخد بق شاي. نرجع ونكمل يا باشا بعد بق الشاي. الثوره نجحت يا مستر؟ نجحت. طب عملت انجازات كبيره جدا، وتعالى نتكلم عليها. قال لك اول حاجه خلينا نتكلم عن انجازات الثوره في المجال السياسي. اول حاجه الثوره عملتها في ديسمبر 1952، التواريخ دي مهمه على فكره، هو الغاء دستور 1923. الدستور ده اللي كان تبع الحكم القديم اللي كان ظالم للشعب، فاول حاجه عملوها لغوا من الدستور ده. طيب، تاني حاجه قال لك جم في يناير 1952 حل الاحزاب السياسيه. تعالى بقى نبدا على نظافه، نعمل احزاب جديده نظيفه. طيب، رقم 3 في يونيو 1953 الغاء الملكيه. لغينا النظام الملكي في مصر واعلان الجمهوريه. يبقى جينا في يونيو 1953 لغينا الملكيه خالص واعلان الجمهوريه، وتم تعيين اللواء محمد نجيب اول رئيس لجمهوريه مصر. ليه لغينا الملكيه؟ قال لك الملكيه دي كانت بتقايمه على ان الحكم يتورث، انا اموت ابني يمسك الحكم، ابني يموت ابنه يمسك الحكم. قال لك لا، احنا هنخليها جمهوريه والشعب هو اللي يختار الرئيس بتاعه، واول رئيس اختاره الشعب هو اللواء محمد نجيب. طيب، جينا بعد كده في اكتوبر 1954 توقيع اتفاقيه الجلاء، وتقرر فيها جلاء الانجليز عن مصر خلال 20 شهر من توقيع الاتفاقيه. ماضينا بقى الكلام المهم بقى، ماضينا اتفاقيه مع الانجليز انك يا باشا بالصلاه على النبي كده تاخد حاجتك وتتكل على الله من هنا في خلال 20 شهر. قدامك 20 شهر بقى تلم دباباتك وطياراتك وقاعدتك العسكريه وتطلع بره من هنا. طيب، قال لك هنا في يونيو 1956 ده جلاء الانجليز عن مصر بعد احتلال دام 74 سنه، واصبح 18 يونيو عيدا للجلاء. اخيرا بعد 74 سنه احتلال للانجليز، جه اليوم اللي الانجليز مشوا فيه من مصر، وبقت مصر حره، وبقت مصر دوله مستقله. وفي يوليو 1956 تأميم شركة قناة السويس البحرية، وأصبحت شركة مصرية بإدارة مصرية. يعني إيه تأميم شركة قناة السويس؟ قناة السويس يا فندم كانت تحت إدارة الإنجليز وكانت قناة إنجليزية. جينا في يوليو 1956 خليناها شركة مصرية وتحت إدارة مصرية. تأميم يعني مصرناها، خليناها مصرية. طيب، ده بالنسبة للمجال السياسي. تعال المجال الاقتصادي، الكتمنص عملنا إيه؟ قال لك في الزراعة عملنا إيه؟ قال لك اهو التوسع في استصلاح الاراضي الصحراويه. بدانا نكبر مساحه الارض الزراعيه بان احنا نروح نزرع الصحراء. وبعدين قال لك انشاء السد العالي، وقد تم انجازه عام 1971. عملنا السد العالي ليه؟ قال لك لحمايه مصر من خطر الفيضان اللي كان بينزل يغرق الاراضي، وتخزين الميه وتوليد الكهرباء. يخزن لنا ميه وحاطين فيه كمان الات انها تولد كهرباء.
تلف تولد كهرباء تقيد مصر كلها. طيب اما في الصناعه، قال لك في الصناعه انشاء مصانع جديده مثل الحديد والصلب في حلوان والاسمده في اسوان، وكمان التعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني. بدانا نجيب الاطفال اللي عندنا زي مدارس الصنايع اللي موجوده في كل محافظات مصر ونعلمهم صنعه، نعلمهم ازاي يشغلوا المكن، ازاي يصنعوا، ازاي يعني يتعلموا اساسيات الصناعه، وكمان البحث والتنقيب عن البترول وانشائه وانشاء معامل لتكريره. بدانا كمان ندور على البترول لان البترول اساسي لكل دوله انها تقدر تجيب فلوس. البترول بيتباع غالي جدا، وعشان كده دول الخليج كلها دول غنيه من ايه؟ بالبترول. فاحنا بدانا احنا كمان ندور على البترول. طيب بالنسبه للتجاره، قال لك فتح اسواق جديده في الخارج لتسويق المنتجات المصريه. عملنا اسواق بره عشان نبيع فيها منتجاتنا، وكمان تمصير البنوك وشركات التامين وشركات الاستيراد والتصدير. البنوك وشركات التامين وشركات الاستيراد والتصدير دي كانت كلها برضو تابعه للانجليز، تابعه لانجلترا. مصرناهم، يعني زي ما قلت لك في قناه السويس خليناهم مصريين. ده بالنسبه للمجال الاقتصادي. تعالى يا فندم على المجال الاجتماعي. اول حاجه كنا لازم نعملها القضاء على الاقطاع، ان احنا نقضي على ان الظاهره او ان واحد بس بيملك اراضي زراعيه كتير ومشغل الناس عنده. عملنا ايه؟ قال لك اصدرنا قانون اسمه الاصلاح الزراعي الاول في سبتمبر 1952، ثم صدرت قوانين اخرى حددت ملكيه الاراضي الزراعيه ب 50 فدان. يعني الدوله قالت ان كل مزارع هياخد 50 فدان. يعني انا كاحمد لو معايا 200 فدان، لا يا عم احمد انت هتاخد 50 بس. طب وال 150 يا حكومه هيروحوا من الناس الغلابه اللي شغالين عندك. ليه؟ قال لك لان طول ما الارض بتاعه هيشتغل فيها كويس وهيبذل فيها، مش هيبخل بنقطه عرق. فعشان كده الاغنياء ما كانوش بيحبوا من الثوره. ليه؟ لانها خدت الملكيه بتاعهم. طيب من النتائج المترتبه على قانون الاصلاح الزراعي الاول، زاد من تملك الفلاحين للارض، وكمان حق في توريث الارض دي لابنه بعد ما هو يتكل على الله، واقامه حياه اجتماعيه. ازاي عملنا حياه اجتماعيه؟ ازاي؟ رقم واحد، مجانيه التعليم بجميع مراحله. خلينا التعليم كله ببلاش من اول الحضانه تحت خالص لحد لما تتوكل على الله وتبقى في الجامعه. طيب رقم اثنين، اقامه وحدات صحيه والجمعيات الزراعيه. وحدات صحيه يا فندم عشان حضرتك لما تروح تكشف ما يقولكش الكشف 300 جنيه، تكشف باجور رمزيه بسعر قليل، وتقدر تكشف على كل الامراض اللي عندك. وجمعيات زراعيه عشان تساعد الفلاحين يا فندم بالبذور، وتساعدهم في ان هم يدوهم فلوس عشان يجيبوا بذور ويزرعوا الارض الزراعيه، وكمان تسويق المنتجات الزراعيه بتاعهم. طيب وكمان تحديث ساعات العمل. العامل ايام انجلترا كان بيروح المصنع مش عارف هو هيروح ولا لا، جينا بقى بعد الثوره قلنا لك يا بس العمل هيبقى 7 أو 8 ساعات بس. ليه؟ عشان العامل يا فندم يبقى عنده قدره ان هو لما يروح ينام ويصحى يقدر يشتغل. صحيح ده اتلغى دلوقتي، بس ده في المصانع الخاصه بس. انت شغال في مصنع خاص هتلاقي نفسك ما بتروحش، بس المصالح العامه لا. طيب وكمان اشراك العمال بمجالس اداره الشركات والمصانع وتحديد نسبه من الارباح لهم. يعني ايه؟ قال لك يعني يا باشا العامل اللي هيشتغل كويس واللي هيعمل شغل وينتج شغل اكتر مش هنقول له شكرا. امال قال لك لازم نديله نسبه من الارباح. مش هو العبقري اللي حل المشكله وهو اللي زود الشغل، لازم ياخد نسبه من الارباح. صحيح دلوقتي برضك انت يطلع عينك عادي ومفيش مشكله، بس يعني هنبقى نعيد الثوره تاني. طيب واصدار قوانين التامينات الاجتماعيه والمعاشات للموظفين والعمال. التامينات الاجتماعيه دي يا فندم اللي هو لما تروح لا قدر الله حد عايز يعمل عمليه بس العمليه غاليه جدا، فليك كارت تامين صحي تعمله على حساب الدوله تعمل لك عمليه على حسابها. والمعاشات للموظفين اللي هو يا فندم بعد ما توصل لسن التقاعد اللي هو 65 او حاليا يعني 68، تمام، خلاص بتوصل لسن انت مش قادر تشتغل فيه. ايام زمان كان اللي يوصل السن ده يقول له ماشي روح بقعد في البيت عشان نجيب شاب مكانك يقدر يقوم بالشغل ده كله. طب وانا هاكل منين؟ لا مالناش دعوه بقى، ما انت اتصرف. لكن بعد الثوره بقى في معاشات، مصروف شهري كده تقدر تعيش منه. طيب وقال لك كمان منح المرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس الأمة اللي هو مجلس النواب عام 1956. ادى حق للمرأة يا باشا انها تنتخب. المرأة ايام زمان ما كانتش بتنتخب، ما كانش لها صوت، تمام؟ ويا ريته ما كان طلع لها صوت، لان من ساعة ما طلع لها صوت واحنا عايشين في دوشه. بس ما يهمش، هنقول ايه؟ حق المرأة ولازم تاخده. ومش كمان تنتخب، قال لك ده كمان تترشح في مجلس الأمة، تمام؟ ده كمان تترشح في مجلس الأمة. ده بالنسبة للمجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
تعال نتكلم عن اخر مجال عندنا، هي الانجازات في المجال العربي والمجال الدولي. في المجال العربي الثوره عملت ايه؟ قال لك الثوره ساعدت كل الدول العربيه والافريقيه في انها تتحرر من الاحتلال، ان الاحتلال يطلع من عندها، من الاخر يعملوا زي ما احنا عملنا. الثوره بدات تروح للدول الثانيه او للشعوب الثانيه تقول لهم انتوا ليكوا حق، انت هتفضل عايش كده بالاحتلال؟ لا يا باشا، انت ليك حق في اداره دولتك، وانك تعيش بحاكم انت اللي مختاره، وانك تعيش بحريه محدش بيحكمك. طيب وعملت ايه؟ قال لك الدوله كمان او الثوره عملت اتحاد بين مصر وسوريا في فبراير 1958. يعني مصر وسوريا بقوا دولة واحدة اسمها الدولة العربية المشتركة أو الدولة العربية، مش فاكر اسمه بالظبط، بس عملوا يعني وحدة بين مصر وسوريا، كانت مصر وسوريا دولة واحدة. وبعدين قال لك كمان هنساند الشعب الفلسطيني في إنه يحصل على دولة مستقلة، وده اللي بيحصل لحد دلوقتي. ده بالنسبة للمجال العربي. تعالى المجال الدولي يا فندم. قال لك عملنا حركة اسمها حركة عدم الانحياز، وظهور دور مصر الرائد مع الهند ويوغوسلافيا سابقا في مؤتمر باندونج باندونيسيا عام 1955. ايه حركه عدم الانحياز دي؟ قال لك يا فندم كان في حرب بين الاتحاد السوفيتي سابقا اللي هي روسيا حاليا وامريكا، فقال لك برضك عايزين يعملوا حرب عالميه ثالثه ويلموا دول حواليهم، والدول دي تحارب، وكده كده هم ما بيخسروش حاجه. الدول اللي تحت الفقيره او الدول الصغيره في الوقت ده زي مصر مثلا وهند واندونيسيا ويوغوسلافيا هم اللي كانوا بيتضرروا، مواردهم بتتاخد، فلوسهم بتتاخد. ومصر قالت له لا، بقول لك ايه بقى، ولعوا في بعض، احنا مالناش دعوه، احنا هنعمل حركه اسمها عدم الانحياز احنا والهند ويوغوسلافيا. هنعملها فين؟ هنعملها في مؤتمر باندونج في اندونيسيا عام 1955. مالناش دعوه، مالناش دعوه محي، اقتلوا بعض، موتوا بعض، ان شاء الله تولعوا انتوا الاثنين في بعض، احنا بره عندنا العبل والعوز والهبل ده كله، احنا يا فندم ملناش فيه. طيب وبعدين قال لك كسر احتكار السلاح العالمي بعقد صفقه الاسلحه الشرقيه. مصر كان ممنوع عنها انها تجيب سلاح من اي دوله من ساعه ما انجلترا طلعت من مصر، والعالم كله غضب على مصر كأن ده مش حق من حقوقك انك تعيش بحريه. فقالوا لهم مش هنديكوا سلاح، مش انتوا عايزين تعملوا جيش قوي؟ حاربوا بايديكم، حاربوا بالطوب بقى، حاربوا بالزلط. فقام جاي ايه اللي حصل؟ عقدنا صفقه اسمها صفقه الاسلحه الشرقيه مع مين؟ مع الاتحاد السوفيتي، عدو فرنسا وانجلترا وامريكا، وخدنا منه سلاح، وبكده كسرنا صفقه او كسرنا احتكار السلاح العالمي. وبكده يا فندم يكون خلص معانا درس ثوره 23 يوليو 1952. اتمنى تكون حضرتك فهمت معانا القصه الجميله دي بشكل موجز كده، واتمنى انك لو ما فهمتش اي حاجه رقمي تحت في الوصف تقدر تتواصل معايا او تكتب لي كومنت وانا اشوفه بنفسي. كان معكم مستر احمد السيد، سلام.